أهلا بيكم في حلقة جديدة في قناة ديجوري. بنعمة ربنا هنكمل مع بعض سلسلة تاريخ بطركة كنيستنا القبطية. بعد نياحة البابا ميليوس البطرك الثالث، الكهنة والأساقفة حزنوا عليه جدا واجتمعوا في مدينة الإسكندرية وتشاوروا مع الشعب المسيحي وألقوا القرعة لمعرفة مين يستحق يجلس على كرسي ماري مرقس، فيتفقوا على انتخاب رجل خائف ربنا وفاضل اسمه قردونس. وبيتقال إنه واحد من الناس اللي عمتهم ماري مرقس، وهو واحد من القصوص اللي كان راسمهم ماري مرقس الرسول، ورسموه بطرك في شهر بابا في أواخر القرن الأول تقريبا سنة 96 ميلاديا في عهد تراجان قيصر، وكان عفيف وطاهر. وفي زمنه كان في اضطهاد أثاره تراجان قيصر بسبب زيادة عدد المسيحيين، وكان البابا قردونس بيثبت الشعب على الإيمان المسيحي. واستشهد البابا قردونس يوم 21 باقونة سنة 106 ميلاديا. وبعد استشهاد البابا قردونس جلس على كرسي ماري مرقس البابا بريموس الخامس، البطريرك الخامس من بطركة الكنيسة القبطية، وهو كان من مواليد اسكندرية، واتقال عنه إن هو من الأشخاص اللي عمدهم ماري مرقس الرسول، واتقال عنه إن هو كان عفيف زي الملائكة. وانتخبوا كل المؤمنين بطريرك في شهر آبيب سنة 109 ميلاديا في عهد أدريانوس قيصر. وفي عهده زاد عدد المؤمنين جدا لأنه كان بيوعظ وبيعلم بكل أمانة، ورسم قصوص وأساقفة ليوعظوا ويهذبوا الشعب بالآداب المسيحية. وكانت الكنيسة في مدته في سلام وتنيح يوم 3 مصر في السنة الخامسة في ملك إدريانوس قيصر، وجلس على كرسي ماري مرقس لمدة 12 سنة. بركة وشفاعة البابا قردونس والبابا بريموس يكونوا معانا آمين.